طبعا كلنا شفنا النهارده فوز النادي الاهلي على جورماهيا الكيني بثلاث اهداف مقابل لا شيء. المباراه اللي كانت مليانه مكاسب بالنسبه للنادي الاهلي، طبعا انك تفوز خارج الارض بثلاث اهداف مقابل لا شيء ده بيريحك كتير جدا في لقاء العوده، وبيدي مارسيل كولر مرونه كده في انه يختار التشكيله في لقاء العوده بانه يدي فرص لاكبر عدد من اللاعبين، ده كمان عشان انه داخل على لقاء السوبر الافريقي امام نادي الزمالك. النادي الاهلي في اول اللقاء كده تحس ان كانت الكرة مفقودة منه شوية، وكان في سيطرة الى حد ما من الفريق الكيني، ولكن على طول النادي الاهلي بدأ انه يباغت وخد ضربة ركنية في الثانية في الثالثة، وعلى طول بدأ انه يضغط على فريق جورماهيا الكيني في مناطقه، وده خلاه انه يقدر يجيب جونين في دقيقتين على طول في الشوط الاول، فبالتالي موت المباراة وقدر انه بقى يلعب بعد كده لعب تجاري على قد المباراة. لو جينا خدنا بالنا من الهدف الاول هتلاقي ان الكرة في الاصل كانت ضربة ركنية، ولكن الكرة على طول بتروح لحسين الشحات ناحية اليمين اللي بيحاول يرقص، ولكن الكرة بتتقطع منه. وهنا بقى في حاجة كويسة جدا ومميزة بالنسبة للنادي الاهلي او كمان بالنسبة لحسين الشحات، ان اول ما حسين الشحات على طول فقد الكرة ما فكرش في اي حاجة اطلاقا غير انه يسترجع الكرة، وبغض النظر عن انه وهو بيسترجعها في احتمالية ان هو يكون عمل فاول، ولكن على طول قدر يسترجع الكرة وعمل 1 2 مع بيرسي تاو وعمل الكرة بالعرض. وهنا سوء ارضية الاستاد بيخدم النادي الاهلي، والكرة تطب كده من حارس المرمى وبينقض عليها على طول رامي ربيعة ويعلن عن الهدف الاول للنادي الاهلي. بعدها على طول ما لحقش جماهير النادي الاهلي ان هم يفرحوا بهدف رامي ربيعه، علشان نلاقي ضغط رهيب جدا من النادي الاهلي في مناطق جورماهيا عن طريق بيرسي تاو وعن طريق اسامه ابو علي وعن طريق كمان امام عاشور، اللي خلى لاعب جورماهيا يفقد الكره وينقض على طول بيرسي تاو على الكره وبيرقص الجون ويحط الهدف الثاني عشان يموت المباراه اكلينيكيا بالنسبه للنادي الاهلي 2-0 في الشوط الاول. فبالتالي بتبدا ان انت تهدي اللعب وتلعب على قد المباراه، وده اللي حصل فعلا. ولاحظنا تراجع في اداء النادي الاهلي ورتم المباراه عالي شويه بالنسبه لفريق جورماهيا الكيني، وحاولوا يهددوا مرمى النادي الاهلي بكام كره، ولكن الشناوي كان ليها بالمرصاد. في الشوط الثاني وبعد التغييرات وخصوصا تغيير الطاهر محمد طاهر وكوكا اللي كان ليهم فارق كبير جدا بالنسبه لنص الملعب والطرف الشمال للنادي الاهلي، على طول الكره بتروح لطاهر محمد طاهر اللي بيعمل فنت على طول ويعدي من لاعب جورماهيا الكيني ويعمل الكره على طول لبيرسي تاو اللي بيسندها لوسام ابو علي اللي حاول يسددها ولكن اتعمل عليه تاكلينج. يعني الحمد لله ان هي عدت سليمه على وسام ابو علي، وعلى طول بيدخل بيرسي تاو عشان يحط الهدف الثاني ليه والثالث للنادي الاهلي. زي ما بقول لحضراتكم مباراه مليانه مكاسب بالنسبه للنادي الاهلي. اطمنت على حاله دفاع النادي الاهلي، طمنت على كمان حاله حارس النادي الاهلي محمد الشناوي، اختبر كام اختبار كده ونجح فيهم. طبعا ما ننساش ان دي اول مشاركه ليحيى عطيه الله لحد ما يعني ممكن تكون مشاركه مقبوله نسبيا في اول مباراه ليه، خاصه في الاجواء والارضيه الملعب اللي كنا بنلعب فيه. ولكن طبعا الهدفين اللي جبناهم في الاول سهلوا طبعا المأموريه كتير جدا على مارسيل كولر وعلى لاعيبه النادي الاهلي. في حاجه صغيره بس انا حابب اتكلم عليها ومش هجيب لها حالات ولا حاجه، هي ملحوظه لو حد لاحظها زي يقول لي في الكومنتات. حد خد باله ان كهربا مش قادر يجري؟ يعني انا لوهله حسيت ان اللي في الملعب ده مش محمود كهربا، ده موديست. احيانا كتير كانت الكره بتبقى ما بين كهربا وبيرسي تاو اللي لاعب الماتش كله من اول اللقاء، ولاقي بيرسي تاو بيجري يضغط وكهربا واقف يا مولاي كما خلقتني. انا بصراحه مش عارف ايه سر هبوط اداء كهربا او الهبوط البدني الحاد اللي عند محمود كهربا. يا ريت ياخد باله من الموضوع ده بعدين ويحاول ان هو يهين نفسه اكتر على الكرة عشان يلاقي نفسه في تشكيل النادي الاهلي. كده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده، بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في اللي جاي. سلام.